بيتهيألي ان عمرك ما هتتخيل لو قلتلك ان في مجموعة من الكلاب اتفقوا ان هم ينهشوا جسد واحدة ست وهي حية. خليني احكي لك القصة من بدايتها. احنا قاعدين في بيت عيلة، بيت متكون من 3 ادوار. الدور الارضي فيه جدتي، والدور التاني فيه عمي ومراته، والدور التالت انا وابويا وامي، وعايشين حياه بسيطه جدا اللي هي تقريبا يعني حياه معظم الفلاحين. طول السنه شغلنا في الغيط وفي الزرعه اللي بتطلع من الغيط، واحيانا في العيد كده بنتاجر في الخرفان والماعز، يعني بنقلب عيشنا زي ما بنقول. بس المهم ان حياتنا هاديه جدا وعايشين ببساطه وبعيد عن اي مشاكل. لكن للاسف زي ما انت عارف الحياه بتقلب في لحظه، وقلبة الحياه في البيت عندنا بدات من تعب مرات عمي. مرات عمي بدات تحس بشويه وجع في القلب، او تحديدا في حاجه اسمها الشريان التاجي. وللاسف بعد فترة معينة من المعاناة مع المرض مرات عمي توفاها الله. ودي كانت اكتر فترة بشوف الحزن مخيم على بيتنا كله، الكبير والصغير حزين. انا حتى يمكن افتكر ان ساعة وفاة جدي البيت ما تأثرش بالطريقة دي، لكن مرات عمي كانت صغيرة، يعني حاجة في سن 24 سنة تقريبا. حتى معاذ ابنها عنده تقريبا 3 سنين بس. فالموقف كان صعب وأثر في الكل حرفيا. البيت كله بقى عايش في حالة حزن. لكن انت فاهم يا صديقي، الحياة دوارة والدنيا مشيت والايام عدت، وبدأ عمي يتعافى من الصدمة اللي كانت عنده، وجدتي طبعا بالزن الكتير قررت انه لازم يتجوز. وفعلا بعد جدل كتير ومعاناة علشان نقنعه انه يوافق ياخد الخطوة دي، وافق عمي انه يتجوز خلاص، ويختار واحدة من بلد جنبنا اسمها انهار. وانهار دي خلت الكل يضرب نفسه بالجزمة انه خلى عمي يوافق يتجوز اصلا. انسانة ربنا نزع منها القبول تماما. عارف الشخص اللي اول ما بتشوفه ما تبقاش عايز تشوفه تاني؟ هي مرات عمي الجديدة دي. تقريبا احساس انها مش مقبولة ده حاجة ما يختلفش عليها 2. العالم كله شايف الانسانة دي ما تتقبلش الا انسان واحد، عمي بقى خاضع ليها وشايلها فوق راسه بشكل مستفز. وللعلم اللي معروف عن عمي ده انه راجل نخوة، راجل صاحب قرار، ومعروف انه دايما راجل. بس للأسف اتحول من بعد ما الست دي دخلت البيت. يعني مفيش ما يمنع ان احنا نسمعها بتزعق له بصوت عالي في البيت، او اننا نشوفها في الشارع بلبس ما يليقش بينا كعيلة ولا بحتى البلد عموما. يعني اللبس اللي هي لابساه خارج عن قيم وتقاليد البلد اللي احنا فيها. وحاولنا كتير نقول لعمي ده ما يصحش، ده ما ينفعش، مفيش. هو شايف ان هي صح اللي هي عايزاه تعمله، لغايه ما كله زهق بقى خلاص. اللي هو خلاص اللي انت عايزه اعمله، محدش فينا هيتدخل في حياتك، ودي بتاعتك راجعه في وشك وفي صورتك انت في الاخر. بس دي مش الحقيقه، ده كلام احنا بنقوله علشان خلاص غلب حمارنا زي ما بنقول. يعني انا كشاب كنت ابقى واقف في الشارع مع اصحابي، اول ما الاقيها مقربه او معديه من الشارع انا بسيب اصحابي وامشي. انا عارف ان في نظرات هتتبصلها انا مش هبقى راضيها. وطبعا الكلام ده بينطبق على ابويا الراجل الكبير اللي معروف في البلد بأدبه واحترامه، ما ينفعش يبقى واقف في الشارع برضه ودي مرات اخوه معديه. ده غير بقى الكلام الكتير اللي بدأ يوصل لجدتي ويوصل لامي ان الست دي ليها في الاعمال والسحر، وانها بتروح عند واحد شيخ كده معروف. واكيد كل ده قلناه لعمي، ولكن هو كذب الكل. هو مصدقها هي بس في اي حاجه. عمي بقى خاضع ليها بشكل ما تتخيلوش. انت متخيل ان ابنك الوحيد من مراتك اللي ماتت، اللي هو ملوش في الدنيا دلوقتي غيرك، بيتضرب قدامك تقريبا كل يوم وبيتهان ويتشتم من مراتك اللي هي ما كملتش في البيت اصلا 6-7 شهور، وانت موافق؟ في خضوع مش طبيعي حاصل. وطبعا زي ما جه في بالك جه في بالنا كلنا، اكيد عملت له سحر او حاجه من القبيل ده. ما هو الضياع والخضوع اللي فيه عمي ده عمره ما هيبقى طبيعي. المهم مشيت الايام على الحال السيء ده. ومره امي تنصحها انها بلاش تضرب الواد الصغير، وتتخانق مع امي. ابويا يشتكي لاخوه، فعمي يقلب على ابويا ويمسك في خناقه. وفضلت ايام سودة بالمنظر ده. وبقى معاذ ابن عمي تقريبا حياته كلها اما معانا في الغيط بالنهار او بايت عند جدته تحت بالليل. خلاص بقى صعب يعيش مع الكائن ده، لانها تقريبا بقت تشوفه تأذيه بس. فمعاذ فضل يا عيني عايش الحياة دي طول النهار معانا في الغيط، وبالليل ينزل ينام مع جدته وخلاص ما بيشوفش الشقة اللي فوق دي تماما. وفضلت الايام ماشية على الحال ده لغاية ما للأسف مرات عمي دي بقت حامل. وهنا انا كنت واثق انه كلها كام شهر ومعاذ هيعيش حياة أسوأ من اللي هو عايشها. ما هو تخيل هي كانت عاملة فيه كل ده، وتقريبا راكبة على أبوه ومدلدلة رجليها، وهي لسه لا حامل ولا نيلة. فتخيل بقى لما تحمل وتولد ويبقى معاها عيل زيه. المهم إن ده اللي حصل. وبعد فترة الحمل ولدت وبقى معاها عيل عنده 2-3 وبعد الولادة تقريبا بشهر أو 2 كان موسم البلح. وفي الموسم ده احنا بنروح الغيط بنجمع البلح، وبعدين بنعمل حاجة اسمها نشر البلح، وبعد ما ننشره نلمه ونكبسه ونديه للمصانع، والمصانع بتغلفه
وتبيعه كعجوة. وبداية السواد الحقيقي بقى بدأت في يوم من أيام نشر البلح ده. كنا في الغيط كلنا شغالين، وطبعا لأن هي سينيوريتا ولسه والدة بقالها كام شهر فقاعدة تحت نخلة من النخل كده ما بتعملش حاجة، وكلنا شغالين في الغيط. ولأن الأميرة جديدة عليها حياة الفلاحين اللي احنا عايشينها، فشافت الساقية بتاعة الغيط اللي هي بتسقي الزرع، اعجبت قوي بالساقية وقررت ان هي تروح تتفرج عليها وتلعب في المية بتاعة الساقية. واحنا كلنا شغالين عادي في الغيط مكاننا. بس واحنا شغالين فجأة سمعنا صوت ابن عمي ده اللي هو لسه النونو بيصرخ او بيعيط، فانتبهنا ليه، لقينا في كلبة بتشده من دراعه، يعني فعليا هتقطع دراعه. جرينا طبعا كلنا عليه وبعدنا الكلب عنه، فلقيناه يا دوب خربشت ايده من هنا. والفكرة ان الكلبة كانت والدة ورا جذع النخلة اللي هم قاعدين تحتها، يعني هي النخلة هم قاعدين في جنب والجنب التاني فيه حفرة كده الكلبة والدة فيها. فجدتي قالت خلاص دي حيوانة ومش فاهمة، وهي علشان والدة الكلاب عموما بتبقى مضطربة أثناء يعني فترة الولادة دي، لأنها بتخاف من أي حد يأذي ولادها. الكل تقريبا اقتنع وخلاص الواد إيده ما فيهاش حاجة إلا مرات عمي. لقيناها فجأة بتزنجر وتزوم زي الكلاب، يعني حرفيا هي بتتحول لكلب قدامنا، وعينيها دي بتقلب بسواد مرعب. المهم جدتي قالت يلا يا جماعة نشوف اللي بنعمله، وقالت لعمي خليك جنب مراتك بقى وابنك، ودخلنا كملنا شغل. ومفيش ربع ساعة واحنا شغالين وفجأة سمعنا صوت كلب من الكلاب الصغيرة بيصرخ. بنبص كلنا لقينا مرات عمي ماسكة خشبة ونازلة على دماغ كلب منهم، كسرت جمجمته حرفيا. والمستفز في المنظر بجد ان عمي قاعد حاطط الواد في حجره وقاعد بيلعبه كأنها ما بتعملش حاجة. طبعا جرينا كلنا عليها وشديناها من اللي بتعمله ده، وجدتي بدأت بقى توبخها بالكلام، وابويا جاي زعق، عمي اتحمق لمراته، وعمي وابويا مسكوا في بعض حرفيا خناقة موت. بس اللي هدى الخناقه وقف الدنيا شويه ان جدتي اغمى عليها وقعت في الارض، طبعا من زعلها على ابنها وعلى ان عيالها الاتنين ماسكين في بعض. فشلت جدتي انا وابويا بسرعه وحطيناها مكان ما بنقعد ناكل وكده، وامي جابت ميه وغسلنا وشها وفاقت وزي الفل. واحنا لسه بنفوق في جدتي نتفاجئ ان عمي خد الوابور او الباجور اللي بنعمل عليه الشاي والكلام ده، وراح فضى الجاز اللي فيه كله على الكلاب الصغيره وولع فيها هو ومراته. ويا ريتها دي كانت نهايه السواد اللي شفناه في اليوم ده. بالعكس، السواد كله بدأ لما جرينا كلنا نجيب مية من الترعة ونطفي الكلاب، وفجأة سمعنا صوت صرخة مكتومة. علشان نبص كلنا على صوت الصرخة نلاقي الكلبة هبشة في رقبة ابن عمي الصغير، وكأنها بتنتقم هي كمان لولادها. لحظة كده من الصمت واللامبالاة، محدش قادر يتحرك ولا يقرب من الكلبة، وهي واقفة حاطة رقبة الواد في بقها وبصة في عينين مرات عمي كأنها بتقول لها واحدة بواحدة، وراحت فكة أنيابها عن الواد وطلعت تجري وسط الغيطان، والواد نزل مكانه ما اتحركش. وجرينا كلنا نرفعه لقيناه فارق الحياة. وطبعا من منظر الطفل وهو سايح في دمه محدش فينا قدر يقرب منه غير ابويا. راح شاله وكلنا مشينا وراه وروحنا على البيت، غسلناه ورحنا دفناه. وبرضه دي مش النهاية، هي ممكن تكون نهاية المشاكل، لان عمي من اليوم ده هو ومراته ما بقوش يخرجوا من شقتهم خالص، وتقريبا لمدة اسبوع لا بنشوف عمي ولا بنسمع عنه اي اخبار. بس اللي كان الغريب في الموضوع بقى ان اللي نازل واللي طالع من قدام شقة عمي بيسمع صوت كلاب جوه الشقة. بس كلنا متأكدين ان مستحيل عمي هيربي كلب، اذا كان ما عملهاش قبل الموقف ده هيجي يربي كلب بعد اللي حصل. فكان اللي بيسمع يقول ده اكيد صوت الكلاب اللي في الشارع او كده، وبيتجاهل اللي سمعه وخلاص بنعدي. لكن بعيدا عن صوت الكلب والكلام ده، فكرة ان عمي يغيب اسبوع مش طبيعي. فابويا قال له انه لازم نروح نخبط على شقته ونطمن عليه. ورحت خبطت عليه مرة واتنين محدش بيفتح، بس في صوت كلب جوه. انا خلاص انا واثق ان في صوت كلاب جوه الشقة بتاع عمي. نزل ابويا معايا وخبطنا تاني كتير، برضه مفيش حد بيفتح. ابويا اضطر انه يكسر الباب، واول ما كسر الباب ودخلنا لقينا منظر غريب ومرعب في نفس الوقت. لقينا مرات عمي ماشية على ايديها ورجليها كأنها كلب، وشعرها منكوش وشكلها بشع، حتى لبسها كله وساخة كأنها بتعمل حمام على نفسها. هي دي الصدمة الأولى. بس الصدمة التانية والأكبر لما لقينا جثة عمي مرمية على الأرض، وجرينا عليه كلنا ولقيناه ميت بقاله أكتر من يوم، لدرجة إن جثته اتحللت ومراته بتاكل من لحمه. المنظر والموقف خلانا كلنا بنصرخ، رجاله وحريم كله بيصرخ، لغايه ما الشارع كله اتلم. وطبعا الشرطه جت وقبضت على مرات عمي واتحفظوا على الجثه. بس بعد كام يوم وتدخل الطب الشرعي والكلام ده، يعني الطب الشرعي اثبت انه ميت موته طبيعيه، فاستلمنا جثه عمي علشان ندفنها، ومراته اتحطت في مستشفى امراض عقليه. ومن بعد الموقف ده طبعا جدتي حالتها الصحيه اتدمرت على الاخر، يعني خلاص جدتي تقريبا ما بقتش تقوم من السرير. فبقينا كل ليله نرجع من الغيط نتعشى معاها تحت، وبعدين نطلع نغير وكده، وانزل ابات معاها هي وابن عمي. وفضل الحال ده تقريبا اسبوعين 3، لغايه ما في مره وانا نازل ابات مع جدتي
انا نازل من على السلم ولقيت حاجه بتخربش في الباب من بره، باب البيت الرئيسي. فرحت لغايه الباب وبحاول افتح بالراحه كده عشان اشوف ايه، ولقيت الصدمه، مرات عمي على الباب بره. طبعا من الصدمه رزعت الباب في وشها ورحت طالع اجري على فوق. حكيت لابويا على كل اللي شفته، سمع مني الكلمتين وراح داخل على البلكونه عشان يتاكد. وفعلا ابويا دخل البلكونه وبص في الشارع، لقاها واقفه تحت، بس مش واقفه طبيعي، واقفه بنفس الطريقه اللي لقيناها بيها في الشقه، واقفه على رجليها الاربعه وبتزوم على الباب كانها كلب فعليا وعايز يدخل البيت. ابويا طبعا خاف على جدتي تحت، راح واخدنا كلنا ونزلنا نمنا اليوم ده مع جدتي. واول ما صحينا الصبح وطلعنا للشارع ما لقيناش ليها اي اثر، مش موجوده، وكأن اللي حصل ده ما حصلش. فابويا راح واخدنا كلنا طلعنا على الغيط وركب هو وراح للمستشفى بتاع الامراض العقليه يتاكد ان هي هناك. وفعلا ابويا راح هناك لقاها وموجوده ومحبوسه في الاوضه اللي حابسينها فيها عادي. الموضوع دوشنا كلنا لان ابويا شاف وامي شافت، كلنا لما بصينا من البلكونه شفناها تحت، وكلنا خدنا الموضوع في ناحيه ان ممكن دي تبقى هلاوس وممكن دي تبقى روحها ومش عارف ايه، لان الايام بعدها ما بقاش فيها اي حاجه. وعدى شهر في التاني في التالت وتوفت جدتي الى رحمه الله هي كمان، وبقينا كلنا بننام في شقتنا فوق، لغايه ما جت ليله سودا جديده في حياتي. وانا نايم حسيت ان في حد بيفتح باب اوضتي، فكان كل ظني ان امي داخله تطمن عليا او حاجه، فعادي انا نايم زي ما انا تحت الغطا. بس اللي خلاني احس ان في حاجه مش طبيعيه ان الطبيعي امي بتفتح الباب بتطمن وبتقفل الباب وخلاص بتروح اوضتها، لكن المره دي الباب لما اتفتح ما اتقفلش تاني، وبدات احس بصوت نفس جنب ودني وانا متغطي. ايوه انا مرعوب وميت في جلدي من كتر الخوف، بس كل ظني ده ممكن يبقى حرامي. رحت رافع البطانيه بالراحه وبتاكد، لقيت مرات عمي وشها في وشي، واول ما اتاكدت ان شفتها راحت هجمه على وشي وهبشتني كانها فعلا هبشه كلب، وانا ما بعملش اي حاجه غير ان عمال اصرخ لغايه ما البيت كله صحي على صوتي وجم يجروا، ودخلوا عليا ابويا وامي وشالوها عني بالعافيه، وبالعافيه برضو قدروا يكتفوها. وابويا راح شايلها ونزل بيها تحت عشان يرميها بره البيت، وفعلا نزل ابويا ورماها بره. بس اللي حير ابويا انه لما نزل بيها لقى الباب بتاع البيت مقفول زي ما هو، يعني الباب مقفول سنه واتنين بالقفل، فاللي هو ازاي اصلا دخلت وطلعت للتالت. كل ده طبعا ابويا كان عمال يتكلم فيه وهو بيحاول يغسل لي وشي من الدم اللي نزل، لان هي لما هجمت عليا عورتني هنا. ولسه ابويا بيتكلم والحوار شغال، وفجأة سمعنا صوت كمية كلاب رهيب في الشارع. والملفت طبعا مش صوت الكلاب، الملفت اكتر ان مرات عمي بتصرخ تحت. رحنا طالعين على البلكونه وبصينا لقينا اكتر من 30 كلب بينهش فيها. والغريبة ان الكلاب دي كلاب الشارع، كلاب أليفة عمرها لا عضت حد ولا أذت حد، بس فعليا اللي الكلاب بتعمله مش مجرد كلاب سعرانة حتى بتعض حد، لا الكلاب بياكلوا فيها بغل مش طبيعي. فابويا راح مدخلنا كلنا وقعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبرضه ظننا راح ان ممكن دي تكون تهيؤات او روحها، يعني محدش فينا صدق المنظر ده كله لغاية ما طلع النهار برضه تقريبا مفيش حد نام في الليلة دي. طلعنا كلنا عشان نروح الغيط، اول ما فتحنا الباب لقينا باقي حتت منها مرمية في الشارع. الكلاب فعليا اكلتها كلها، يدوب كام حتة عظم كده مرميين في الارض. وكل اللي رايح غيطه من اهل البلد ويعدي من قدام بيتنا يقف يتفرج على المنظر، لغاية ما كام واحد من الشباب اللي قلبهم جامد جابوا شوال كده وقعدوا يلملموا في الحتت اللي باقية منها دي، حطوها في الشوال وربطوه ورموه تقريبا في الجبل او حاجه كده، وخلص الموضوع لغايه هنا. بس كتر بقى الكلام، اللي يقول ده كان عليها مس شيطاني والشيطان انتقم منها، واللي يقول ان الكلاب دي برضو مجموعات وقطيع وكده، ودي مجموعه من الكلاب انتقموا منها بسبب اللي هي كانت عملته في الكلاب الصغيره هي وجوزها. الكلام كتير بس بعيد عن الحقيقه، لان الحقيقه واحده وواضحه، اللي مشي في حياته في الطريق الشمال نهايته هتبقى صعبه ونهايه فعلا شمال، واللي هيمشي صح اكيد ربنا هيكرمه وهيخلي نهايته تليق بالحياة اللي هو عاشها. فدي فرصتك وفرصتي، اللي عايز من دلوقتي نهايته تبقى كويسة يمشي من دلوقتي الطريق الصح، لان اللي هيمشي الطريق الغلط هيلقى النهاية الغلط.